امبارح كان عندي بنوته لطيفه عندها حاجه و20 سنه، وهي داخله المره دي بانه الافكار لها علاقه انا قلت ولا ما قلتش. انا دايما بحس ان انا ما عبرتش صح، انا مش عارفه اعمل صحاب من كتر ما انا طول الوقت ببقى شاكه في ان انا ما قلتش الحاجه صح. فدلوقتي جاي لها بما نطلق عليه الداوتس، الشكوك. انا قلت ولا ما قلتش؟ انا كنت واضحه ولا ما كنتش واضحه؟ انا هم فهموني ولا ما فهمونيش؟ تقعد طول الوقت في المنظر ده. لما قعدت دردشت معاها وسالتها اذا كانت دي اول مره ولا لا تجي لك حاجه شبه كده، قالت لي انا النهارده عندي 25 سنه بس، وانا عندي 20 سنه انا جات لي برضو نفس الحكايه، ولكن كانت لها علاقه بنظافه ايديا، فكنت بقف اغسل ايديا كتير. وعلى فكره وانا عندي 16 سنه المدرسه بلغت مامتي ان انا ذكيه جدا شاطره جدا، بس بجيب نمر وحشه لاني بقعد في اول سؤال اجاوبه وراجع عليه كتير فما بحلش بقيه الامتحان. عايزه اقول ان الوسواس ممكن يجي بصور مختلفة، وبنشبه الوسواس بانه القماشة اللي ممكن وهي 16 سنة عملنا منها جيب، وفي سن 18 20 سنة عملنا منها بلوزة، وفي سن 25 سنة عملنا منها شراب. لكن في كل الاحوال هي نفس القماشة، قماشة التكرار القاهر الغير مبرر، اللي العيان نفسه عارف ان هو ملوش لازمة خالص في حياتي، ومش عارف انا ليه الافكار دي بتفضل ثابتة في دماغي، او انا ليه لازم اكرر الحاجة كتير. وهو العيان نفسه بتبقى معاناته من فكرة التكرار، ومن فكرة ان هو طول الوقت حاسس انه بيضيع وقت في لا شيء. هي الحاجة بتتعمل مرة مرتين وانتهينا، احب اشيك ثالث مرة وموف اون. موف اون، هو مش قادر تو موف اون، هو مش قادر يتخطاه، عشان كده قلنا انها قهر.